على فكرة يعني ليش هاي السيارة؟ شو ليش؟ يعني واحد هذه سيارته المفضلة. ها؟ تويوتا. لا مو تويوتا، هاش عبالك اني الزم عبالك. شوف هاي سيارتها يعني مصعد، يلا تصعدون بيها حرفيا. شوفوا تونا خلصنا شفنا فيلم ولاد رزق. صراحة الفيلم حلو. ايش قد تقيم؟ عجبني. عجبك 5؟ 5. ليش؟ لا والله صراحة أنا أقيمه 7.5. ما أريد أحرق عليكم الفيلم. طبعا أنا من عشاق الأفلام، عندكم اختصاص سينما. كريم أنت تحب السينما ولا لا؟ لا أحب السينما. أولا إحنا حجزنا 9:45، بعدين طولنا وإحنا نسوي شوبينج. طولتي؟ أي طولت وأنا أسوي شوبينج. فبعدين أجلنا للساعة 10:50 وتسوي يلا خلصنا، يعني الساعة تقريبا 12:50 إلى 1 يعني. شو نسوي بعد؟ بس الدنيا ويكند كل الناس طالعة أحلى من بوجاتي. بس عادي يعني لو ما عرفنا يعني ايش في؟ ايش قالوا لك اختصاص سيارات؟ انا صانعة. مين اللي بيصنع محتوى؟ سوبر كار بلوندي. انا مثلا شايف للامانة انت تحتاجي تحية، ترفع عليك القبعة صراحة. والله انه لعب عليه كلمة بكلمة، شككني في حالي وشككني اني راكبة تويوتا. طلع صدق النيسان مكتوب هنا ياباني. يعني من تقول لي معلومة خلاص أعرف أنها نيسان. أنا ما أعرف بالسيارات يا جماعة، يعني أنا لما مفكرة أجيب سيارة جديدة بعدين أقول لك. بس يعني شنو السيارة اللي حاطت مو كريم؟ لا لامبورجيني أكيد أعرف، بس يسوي روحه ما يعرف. ومو أي بنتلي، أي بنتلي شو اسمه، فورويل. شو اسمها؟ بنتيجا. أيوة بنتلي بنتيجا. أي لون؟ ما تفرق الوان، انا اغير بكيفي يعني عادي. احس حابه لون فاتح او بني، مو احمر. خلاص طلع من مدى امدحك انا. ايش دخل انه مدحت اللون هاي السياره كلش عاليه جايز. انا يعني هاي احب السياره العاليه، بس النيسان بترول يعني نيسان بترول كلش فخمة مثلا، نقدر نقول. بس ضخمة. سيارتك المفضلة؟ والله ما عندي سيارة مفضلة، أحب كل السيارات يعني الصراحة. نيسان يمكن. بس هذا تأثير الحب يا جماعة. الحب يخليكم شوية يعني كنزة تقول لي ليش يعاملك كذا طافش، يعني شكلك معصب. يعني أنا معصب؟ هم هيك برأيهم. أنت طلعت أنت معصب علي؟ أني؟ أكيد من السفر اليوم. يعني شوفوا الحب بالتفاصيل. من النوع اللي حب والله الله الأحرار. كريم من النوع اللي ما يحكي. هو ربكم تفضل يحكي كلام، أنا أحكي، أنا أعبر بالكلام. فعل أنا ما عندي فعل، أنا عندي بيبي. نجحك بعد وبعد عشان هيك. وبنتلي بنتيجا لون فاتح. يا جماعة. أني بالطيارة كريم، أني بالطيارة شو يصير بيه؟ تبردي كثير. أني أبرد بالطيارة، يعني أني أصلا إن جنرال بالحياة أبرد. ما سويت تكميم والتكميم ثخين. أول شي البلد اللي أنا رايحت له ترى أبرد من هنا، فدائما أعرفوا هذا السبب. اعملي فيديو تعرفوا على خطيبي. يا جماعة انتوا شو حابين تعرفوا؟ انا اصلا مو عندي ما فكرت يعني شو الاسئلة اللي سوينا. جاوبنا على الاسئلة. في عندهم كثير سؤال وصلني والمفروض كنت اجاوب بس سافرنا. رحتوا سألتوا خطرة على هذا الشيء. انتوا حتى لما يقولكم اسألوا انتوا حزام ظهري ما ينظهر الماين. الله على فكرة ظهر ويخبلون اصلا يخبلون. اليوم شفت هواي منكم بالمول، حتى بيكم اليوم يعني صدق تونست يعني ما خصك انت. وانا اكيد. كريم هلا.
بنية تسألنا حتعملوا حفلة خطوبة أو لا؟ حفلة خطوبة أكيد طبعا، ليش لا؟ اوكي يا جماعة، جود نايت، تصبحون على خير. حلوة وكانت فقرة حلوة. جود نايت. صباح الخير يا مكتئب يا اللي عامل فيها مبسوط. خلصت. او ماي جاد، بس تخلصون حتصيرون تقولون يلا اسوي. شوفوا اوريدي احلى احساس. طبعا بعدني ما اكلت شيء، بس شربت قهوة، يعني يعرف تفاصيل او ما يعرف. ما ادري ليش الصوت كان يقطع، بس كنت اقول لكم اني خلصت وهسه سويت تمارين شويه وسويت ستريتشنج. هسه راح اروح على البيت. كنت اقول لكم اني راح احكي لكم اكثر عن الكيتو اليوم وعن تفاصيل الدايت، بس وقبل سنه قلت ببدا من سنه السبت، يعني ما استنيت للثاني، وكثير وصلني رد افعال من الناس جربوه. هم راح اشارككم يوم ثاني. هذا مو قبل احلى شعور بس تخلصون ترجعوا لي البيت. طبعا اليوم احد، في اليوم عندي وقت اسوي كل شيء، واسوي انه عنايه بالنفس، حطيت ماسك، بس راح احط ماسك ترطيب، راح اطلع اسوي شويه شوبينج، فيعني عندي وقت. بس هو التحدي الاكبر باكر، 2 اول يوم بالاسبوع، والثنين اصلا يكون عندي مزدحم بشكل مخيف. فاحس التحدي الاكبر انه بالايام اللي احنا مشغولين بيها، يعني شلون اني حتصرف لما اكون يومي كلش مشغول. لان اني وين تجيني الوقت الصعب؟ لما اكون مشغوله واتكلم. فخلينا نشوف هل راح انجح بترتيب. لازم اغير العاده، اصلا يحتاج لها 40 يوم عشان تتكون. ان شاء الله هذا الشهر يكون بدايه جديده وبدايه خير. المهم خلصت. فديت بنزاتي ومعجبيني عشاقي فديت. شوفوا اني سويت تكميم من زمان، من سنين، يعني كلش من زمان. والتكميم اصلا ما يدوم للابد، يعني ما في اي شيء اصلا يدوم للابد غير الروتين. الواحد الروتين اللي يتعود للابد يعبد بيسكلي. اوكي خليني اشرح لكم شيء. مبدئيا اني ما اعتبر نفسي زايد وزني هالكم الهائل، ولكن حابة اصير صحية اكثر. فالسبب انه اخترت الكيتو بالذات لانه كريم سوى دايت مو كيتو. شنو اسمه كريم الدايت اللي سويته؟ لا اللي سويته كان كارنيفور، اللي هو اللحم اكستريم، يعني كلش اكستريم. سواه لمدة شهر ياكل فقط لحم احمر. اكيد كان صعب علي، ولكن لاحظت بعد ما كريم سوى هذا الدايت كلش موده تغير، نشاط مالته تغير، نظف جسمه من كل السموم. فاني دا اسوي الكيتو اللي هو اهون من هذا الدايت. لهذا السبب اني قلت راح اسويه لمده شهر. دابني شيء اريد اخذه وياي للعمر، يعني ناس سووه الحديد. سليم رايقه معي لدرجه انه احتاج مساعدتكم بشيء. شو هو؟ اريد مواقع شوبينج. انا ما فوق كلوزت، بس وناس اني ما ادري، فاحتاج مساعدتكم. بس احس خلاص حللتهم كل، حتى اذا اكو محلات بالمول مثلا تجيب لي اللوكات كامله. بس هسه سافرت الستايلست مالتي فتره معتمده عليها، بحكم انه انا دائما مشغوله، فهي تجهز لي اللوك.